بس عارف ايه اللي يزعل؟ الكرة دي لما بتضيع 100% الفريق التاني بيكسب. حسابات الكرة من ساعة لما كانت شراب وهي كده، صدقني الكرة ما فيهاش الا كده. اصل لو جيت تحسبها هتلاقي هيجواين ضيع انفراد في نهائي كاس عالم 2014 قصاد المانيا، وفي الاخر المانيا بتكسب. انفراد روبن قصاد اسبانيا 2010 يضيع انفراد، كاسياس يصد برباط الستارز بتاعه ما تفهمش ازاي، وبعدها اسبانيا بتكسب. هي دي قوانين الكورة، اللي يضيع يخسر، او في رواية اخرى اللي يضيع يستقبل. اشمعنى احنا لما السنغال تضيع ما نصعدش احنا؟ ده ما ضيعوش دي بس، لا ده اول ضربتين جزاء كوليبالي اللي يعتبر من احسن 5 مدافعين بيدافعوا دلوقتي في الدنيا يضيع اول ضربه، ساليو سيس الشناوي يصد منه. بكل المقاييس الكره بتقول لك انت الاولى، انت اللي هتكسب، انت اللي ال 100 مليون وشويه عندك بيتنشأوا على فرحه، انت اللي عندك احسن واحد بيلعبها في العالم دلوقتي. ضيع، مش مشكله، زيزو احسن واحد بيلعبها برضه بس في مصر ضيع برضه. انتوا مفيش فايده فيكم، هو الجيل ده مش ناوي يفرحنا ولا ناوي يخلي ضحكتنا تبقى من الخد للخد. عايزين نشغل ام الدنيا مين ولا في زيها فين؟ بلد عمر الشريف، عادل امام ابو دم خفيف، حسن شحاته غني على التعريف. لاخر مره شغلناها كان في 2010، حتى لما كنا بنشغلها وقتها الجيل الذهبي برضه ما صعدش. ناقصنا ايد ولا ناقصنا رجل؟ ده انت كنت واخد افريقيا مرتين ورا بعض على فكره، وخدت البطوله برضه في 2010. هتتلعب بقى في جنوب افريقيا، ولو صعدنا مصر كلها هتروح تاني يوم وكده وهنرفع علم مصر وبتاع. خلاص زهقنا فورزا اتزوري، تعبان من فيفا سبين، طهقنا من تشجيع الطواحين الهولنديه والديوك الفرنسيه. عايزين نسمع نشيد المنتخب بقى في كاس العالم. وصلنا كاس عالم سمعناه، خسرنا ماتش اوروجواي اللي كده كنا عاملين حسابنا نخسره والله عادي، وكمان ماتش روسيا اللي كان المفروض نتعادل معاه، حتى كده السعوديه اللي ماتشها مضمون خسرناه. احنا مفيش فايده فينا، لعيبه تعبانه، مفيش خبره بس في تاريخ، مفيش اصرار بس لا والله كان في اصرار. بس عارف اللي يزعل بقى؟ اقول لك اللي يزعل، الكوره في مصر وفي اي مكان تاني في العالم تعتبر من اهم الحاجات اللي بتتحكم في انفعالاتنا. قادره تفرحك، قادره برضه تزعلك، قادره تفرحك بعد ما كانت مزعلاك، قادره تبقى محوريه. فيلم الارهابي علي عبد الظاهر او استاذ مصطفى زي ما سمى نفسه، طول عمره كان كاره كل مظاهر الفرحه، بس اول لما مصر جابت جون حس انه من الناس دي، لا ارجع للي انت فيه. فهتلاقي قلبه ابتدى يحن واحده واحده، وما حسش انه واحد منهم الا بعد المشهد ده. كل الطوائف قاعدين بيتفرجوا، مسلم ومسيحي، مصر بتكسب وحركات. طبعا ده مش تحليل الفيلم اكيد، يعني انا بهزر، بس يعني احنا بنحب الكوره قوي يا كابتن، مفيش حد فينا ما بيحبهاش. بس يعني ليه دايما كاس العالم المعضله الازليه بتاعتنا؟ والمشكله الاكبر واللي يجلطك انك قبل وبعد تصفيات كاس العالم انت كويس وبتلعب حلو وبتمتع وبنشوف اداء غير الاداء. يعني تصفيات كاس عالم 2010 قبلها انت واخد بطولتين افريقيا ومصنف التاسع عالميا، وفي كاس القارات بتغلب ايطاليا. ماتش البرازيل لحد دلوقتي احنا بنتعامل على اننا اللي كسبنا البرازيل مش العكس، عشان قدرنا نعمل ريمونتادا عليهم وقدرنا نحرجهم في اكتر من موقف. فمفيش لعيب اثر، حتى المحمدي تمام يعني ما شلناش منه لما عمل الهاند بول دي. احنا متفقين ان منتخب مصر منتخب مرعب واسمه تقيل، يعني يهز اي حد وبيخلي اي حد يفكر مرتين قبل ما يلعبنا، واغلب لعيبتنا محليين، فكل حاجه تقريبا متكامله. طب ليه بقى؟ ليه كل ده ما يكملش بكاس عالم؟ يا سيدي مش عايزك تجيبه، انا عايز اشجع بلدي وارفع العلم واحطه على البلكونه بتاعتي وقت الماتشات، والراجل اللي بيبيع الاعلام في الشارع ده يستنفع ويسترزق، والقهاوي بدل ما بندفع دم قلبنا عشان فورزا اتزوري والماكينات الالمانيه ادفع فلوس عشان اشوف صلاح وهو بيرقص وبيجيب اجوان. فحد يقول لي ما بنصعدش ليه؟ منتخب وبلد وفي العالم وفي كاس العالم ما بنروحوش ليه؟ طب من ناحيه احنا ليه ما بنصعدش كاس عالم؟ فتعددت الاسباب، بس الاسباب واحده ما بتتغيرش، ممكن تزيد ما بتقلش، وما بنتعلمش، واللوم في الاخر بيبقى على اللعيبه، المدرب، او في حد في الاخر يعني كده بيشيل الليله. طب ماذا بعد شيل الليله؟ هل في برنامج او خطه؟ لا، احنا هندور على حد تاني نلبسه الشيله، وفي الاخر تبديل الطوائي ده بيجي على حس الجمهور. فعشان كده تعالى نتكلم في ليه مصر ما بتصعدش كاس عالم. انا مش هكلمك من سنه 90 لحد 2006 عشان تقريبا السبب واحد ومعروف. تلخيصا كده وفي كلمتين، انت كنت وحش بره ارضك والله وجوه ارضك برضه. يعني عقده منتخب مصر لحد النهارده اللعيبه بتحب تستهبل وما تضمنش سكور جوه ارضها، حتى يوم ما بتجيب جولين وده اللي بيبقى كتر خير الدنيا بتروح لارض المنافس وتفعل وضع انا ماتت، والبقاء لله على الفاعليه الدفاعيه والهجوميه والانسانيه والاير بلان مود بيشتغل، وما بتشوفش من اللعيبه لا كوره ولا اداء ولا حتى اللعيبه نفسها. فكل الاربع بطولات دي يا اما كان في نحس زي ماتش زيمبابوي اللي انت كده كسبته، بس حد من جمهورك رمى طوبه جت في مدرب زيمبابوي وانت كسبت فعلا وتاهلت للدور الثاني، بس الحكم اداك الناحو والماتش اتعاد وتعادلت وما صعدتش. يا اما كان في استسهال، يا اما كان في استهبال، يا اما كان في ناس مش قد الحدث اصلا. فضيعنا كتير. يعني ده انفراد مثلا لطارق السعيد ضايع في وسط ارضك واهلك وناسك، وانت بقى ما تتوصاش في الحته دي. انت سيد من يضيع نقط في ارضه. يعني ماتشات التصفيات دي خصوصا انت محتاج تجيب سكور عشان لما تروح عند الخصم اللي هو تصنيف اول تعلي سقفك وطموحك عشان ما يجيبكش الارض. بس هتقول لي مين، ايه، فين، امتى، ازاي، ليه؟ المنتاليتي. هجيلك انا في نقطه المنتاليتي دي اللي هتكتشف انها مسوحانا لحد دلوقتي. الفكره في ايه؟ الفكره انك بتتحسر على مين شارك في كاس العالم اللي انت ما رحتوش. يعني لو قلت لك كاس عالم 2006 ده راح توجو وانجولا، يعني حاجه تجلط. انت منتخب مصر، انت في صدرك وقتها 4 نجوم، يعني حاجه تشرف. بس ما علينا، كانت فتره تردل دي فتره تعبانه في دماغها اساسا، واحنا كرويا ضيعنا فرصه صعود منتخب كان تقيل وقتها زي منتخب الكاميرون ان هو يروح كاس عالم 2006. يعني انت لا منك ولا من كفايه شرك.
خلاص نقفل الباب بقى على البطوله دي اللي كنت لما بشوفها وانا 10 سنين بالمناسبه بقول طب هو ليه مصر ما بتلعبش كاس عالم؟ هو مش اسمه عالم؟ يعني كل العالم المفروض يلعبوا قصاد بعض عشان ياخدوا الكاس، والمنتخب الكسبان ده يرفع الكاس وهيه وكده. كان عندي دايما التساؤل ده والله. فتعالى بقى نعرف اللي حصل بعدها في تصفيات 2010. هنبدا بكاس 2006. بكل المقاييس احنا بنتخانق على مين ياخدها، المغرب ولا كوت ديفوار ولا الكاميرون؟ انت بره الحزب اصلا، انت يا دوب مشرفنا بتنظيمك الجميل واغنيه هشام عباس بتاعت بطوله افريقيا دي. شعبنا في الكوره ايه حريف، في الضحكه برضه دمه خفيف، والطيبه ماليه قلبه كمان. بس كده معاك في مجموعتك فرق تقيله، المغرب عقدتك، كوت ديفوار اللي اقل لاعب فيها مترين، لا ليبيا على قد الايد تمام. وفجاه بتشوف كوره غريبه، تناغم من اللعيبه كلها في ماتش ليبيا وتكسب 3-0. تاني ماتش نتعادل مع المغرب عادي كده ماتش المغرب مش بنبقى حاسبينه دايما، بس لما تكسب كوت ديفوار 3-1 لا الناس دي مش بتهزر، الناس دي عندها خطه وهتكسب ولا ايه؟ حسن شحاته بيبني جيل جديد فعلا ولا ايه الكلام ده؟ وماتش مع التاني المنتخب بيتقل اكتر والتناغم بيكتر اكتر، وانت كان عدد المحترفين بتوعك يتعدوا على صابع الايد، عبد الظاهر السقا، ميدو، احمد حسن، والباقي لعيبتنا اللي بنشوفهم في حرس الحدود والاهلي والزمالك. ولا انت عندك فريق فعلا كان يعتمد عليه، وبتكسب البطوله وسط ارضك بعد ما بتخسر السنغال، وتكسب كوت ديفوار تاني بعد ما كنا مش حاطين امل اصلا اننا نوصل ربع المشوار ده. وتعالى بقى نروح على كاس افريقيا 2008. هنا بقى اللعيبه استوت، وكوره واوا ابا دي اشتكت مننا. انت كل المنتخبات اللي بتلعب قصادك مراهنه نفسها على اقاله المدير الفني، بس انت اللي ما كنتش عارف قيمه نفسك لانك ما كنتش متخيل انك هتكسب بطولتين ورا بعض، ففي الاخر اصلا بتكسب 3 بطولات ورا بعض. وساعتها انت بتلعب باداء اكتر من المقنع بشويه حلوين، عندك في المركز 3 و4 لعيبه ما تسالش ازاي، غياب ميدو سد مكانه متعب، غاب متعب هيسد مكانه عمرو زكي، انت مطمن ومفيش منك خوف ولا قلق. بتكسب الكاميرون في الافتتاحيه بسم الله الرحمن الرحيم كده 4-2، والسودان 3-0، وكوت ديفوار اللي دروجبا كان بيحتفل الاحتفال الجميل ده وانت هتلعب الماتش الجاي فبيقول لك انا جاي لك وكده، فانت بتقول له الباشا جالكو ديكو فوق طول كانتو منانو اثبتوا مكانكو ما اسمعش الصوت ايديكو فوق. كوت ديفوار بتخسر منك 4-1، وهم عندهم سكواد ولا اروع، عندهم دروجبا لوحده مجال، كيتا، يايا توريه، بكاري كونيه، سانوجو. المنتخبات ابتدت تعمل لك حساب بجد، وبعدها بتقابل الكاميرون وتكسبها في اخر ثانيه، وبنسمع احتفال عمرك ما هتنساه. ريكا بوتريكا ريح لك على ريكا، ريح لك على ريكا واعمل لك مزيكا. بكل المقاييس الناس دي تقدر، الناس دي خلاص على صدرها 6 نجوم، يعني اكتر منتخب افريقي كسب بطوله افريقيا. انت بتتكلم عن احسن منتخب افريقي جه في الحياه رسميا وبالختم، فمفيش مش اسمح لك بقى. تصفياتك اللي جايه دي بتاعتك، كاس عالم والاول مره في الحياه هيتلعب في بلد افريقيه جنبك في جنوب افريقيا، وشاكيرا هتستامنا فاهم كده يعني، ما عندكش حجه. وهتلاعب الجزائر، الجزائر ماتشاتهم متعبه، وبرضه زيهم زي تونس والمغرب كده، احنا حلوين مع اللي تحت بس دايما، يعني ماتشاتنا مع شمال افريقيا العجله بتزيق وبتحتاج زيت حتى لو سكوادك فيه مين، يعني في عز ما انت بتلعب كاس افريقيا وعلى ارضك علمت على كل الفرق، بس اتعادلت مع المغرب، فشمال افريقيا دايما فيها حماسه كده وماتشاتها كلها بتبقى صعبه كده. بس انت منتخب مصر، ايوه انت عندك 6 بطولات، اكتر منتخب افريقي متوج ومحدش قدك. اللعيبه خلاص عرفوا بعض وحفظوا بعض اكتر ما حفظوا اماكن الاوض اللي في بيتهم، عندك بدل لعيب في كل مركز 2 و3، والمره دي هي بتاعتك، يعني ماتش الذهاب هيبقى هناك والعوده هيبقى عندك، ففرصتك احسن. نروح هناك نخسر 3-1 عادي، لسه فينا نفس، لسه في امل، لسه بنغني بلدنا في القلوب متشاله، وحسن شحاته غني على التعريف يعني والكلام ده، ورجالتنا عمرهم ما يغزلونا، احنا تصنيفنا التاسع على العالم يا اخوان، والقصه في جولين 3 يعني مش هتخسر. نرجع لماتش استاد القاهره، عمرو زكي بيجيب جون في تاني دقيقه، حلو دي حاجه مبشره، هنعملها يا حبيبي، انت في مصر استاد الرعب بقى، ما اقولكش يعني استاد القاهره ده الافارقه بيقولوا عليه. فضلنا ننازع لحد الدقيقه 90 واحنا بنغرق، بنحاول بس. الجزائريين راحوا الحضري في فرصتين 3 بس، يعني مش كتير، واحنا مسيطرين جامد بس مش عارفين نجيب جون، والحكم يدينا امل 6 دقايق، لسه في امل، لسه في 360 ثانيه ممكن نعمل فيهم حاجه. كره خطيره، تيجي كره على الهيد وبتتلعب وحطها على المدرب، يجيب الجول التاني في لقطه سلو موشن، حرفيا تحس ان الكوره بتنازع عشان تخش الجول، والحمد لله دخلت، وفاضل خلاص فهمتوا ثواني والماتش يخلص وهنخلص. كوره البركات ما تجيش ليه يا كوتا ليه؟ ده كان خلاص الحكم هيصفر بعد ما تجيبها جول وناخد التذاكر ونروح بيها جنوب افريقيا. طب احنا ما ساعدناش ليه؟ ما انت جايب فيهم جول في ارضهم. انا نسيت اقول لك انها لما بتزمزق في كل حته، قال لك وقتها احنا ما بنحتسبش الجون خارج الارض بجونين او فرق اهداف يعني، فانتوا كده محتاجين تلعبوا ماتش في ارض محايده، شد وجذب بقى، هنا مصر تقول لك هنا، الجزائر تقول لك هنا، وفي الاخر القرار يجي بام درمان. هنلعب في السودان، يعني ما بيننا وما بينهم اسوان وحلايب وشلاتين، يعني هنركب النيل يا زول وهنجيلك، او ميكروباص من عبود وهنبقى مالين الاستاد وندي امل
لعبتنا، بس نسيت اقول لك احنا اللي جايين من بعيد، يعني انت اللي خسران وبعدين عملت الرومنتادا، انت اللي سايق. وساعتها بقى نشوف مشهد يليق بينا، جاب لك كل فنانين مصر، اجمع احنا عندنا حفله طهور وخلاص، منتخب مصر النهارده بيضحي وفي اوفر بتذاكر المنتخب في جنوب افريقيا، وعملنا الفرح قبل ما نكتب الكتاب، او بالمعنى الدارج سلخنا قبل ما نذبح. انت في الكوره لازم تحترم الخصم وتبقى عارف انت داخل على ايه، وده اللي ما كناش عاملين حسابه. نصبنا فرح العمده، فرح العمده ده خسرنا كتير ولسه بيخسرنا كتير، وهنجيلكم في الحوار ده بعدين. يبتدي الماتش والكوره رايحه جايه بس في رجلين الجزائريين اكتر، ومره واحده يجيب عنتر يحيى الجول في وقت رخم، الدقيقه 40. يعني انت لو حد مستموت فانت كويس لو طلعت من الشوط الاول متعادل او كسبان، انما يجي فيك جول قبل ما الحكم يصفر بما فيش، دي حاجه تضايق. اللعيبه نزلت الشوط الثاني، برضو الحماس موجود ولسه في الايام امل مستنيينه ومش عارف ايه وبتاع، بس دايما التاتش الاخير قدام الجول فيه مشاكل، زيدان بيرقص واحد والتاني بس ما بتظبطش، والحكم بيصفر وبيضيع حلم جيل كان المفروض انه يبقى في كاس العالم بشهاده العالم كله. وزي ما اتفقنا احنا قبل وبعد حلوين، في التصفيات بقى بيصيبنا لعنه كابتن مجدي عبد الغني. يعني احنا قبل التصفيات دي واخدين بطولتين افريقيا، عاملين اداء عالي في كاس القارات، كسبت ايطاليا والله يا قلبي وبتاع، لحد دلوقتي معتبرين نفسنا كسبانين البرازيل. ندخل بقى على ما بعد تصفيات كاس العالم، بتكسب برضه بطوله افريقيا اللي هي بقت ساحات شعبيه على حسك، وبتكسبها بكل سهوله، وخدتها 3 مرات ورا بعض. ومن مين؟ من غانا، يعني البلاك ستارز اللي راحوا كاس العالم وافريقيا كلها شجعتها. فاكر البيلم بتاع اساموا جيان، وفاكر لما سواريز اتطرد بالهاند بول دي؟ لا، كاس عالم 2010 ده حكايات وحواديت. المشكله ان كل مره كل حاجه بتقول ان هي بتاعتنا وجايه لنا، ونروح لكاس عالم 2014. دلوقتي الموضوع اختلف تماما، انت دخلت في لوب ما طلعتش منه، لسه طالع من ثوره، الكره في مصر بقت عيانه، الجماهير مش موجوده، يحصل حادثه بورسعيد، الكره شعبيتها قلت عند ناس كتير من بعد الحادث ده، زي انا وانت اللي بيتفرج حتى بقى بيتفرج محبه مش دعم. يعني احنا بتبقى هين علينا نكسر التلفزيون من الزهق والملل. فاكر بقى لما كنت بقول لك الانسجام والفرقه عارفه بعضها ومش عارف ايه وبتاع؟ لو كنت مستنيني اقول لك في لعيبه فاللعيبه راحت، ولو كنت مستنيني اكلمك في انسجام فانسجام كمان راحت. بوتريكا الفرده اللي حيلتنا هو الدينامو بتاع المنتخب، تخيل بيلعب الاوفر لاحمد تمساح، واللي بيعمل الفولو اب احمد شديد قناوي، فاحنا بعاد قوي يا لطيف. بس في واد عنده 20 سنه كده بيلعب في المقاولين، وراح فريق في سويسرا اسمه بازل، وبيجيب اجوال معاه، ومعاه برضه صديق الرحله محمد النني، ومعاه في نفس المشوار، والاثنين كانوا مبدعين في الاولمبياد تحت قياده الاوركسترا بتاعت ابو تريكه. ففي امل، والمره دي انت بتتكلم في اخر كاس عالم لابو تريكه، لا مش اخر كاس عالم يروح، ده اخر كاس عالم هنحاول نخليه يروح. الراجل يستاهلها مننا بصراحه، ونلعب التصفيات. عيني على منتخب مصر برده، انت متصدر مجموعتك، هنلعب ارض الذهاب على ارض مين؟ ايوه زي ما انت فاكر، غانا اللي خدنا منهم كاس افريقيا 2010. بس في امل، العيال دي لازم تفرح لاجل المجهود اللي عملوه، ابو تريكه لازم يوصل ما فيهاش كلام. ده حتى ماتش الذهاب اول يوم عيد الاضحى، يعني ايام مفترجه وبتاع، والشعب اللي خارج من ثورتين وكره الكوره ده عايز يفرح، ويبدا الماتش في كوماسي. 6-1 وينتهي الماتش بالكادر ده. تحس ان صلاح بيقول لتريكا كان نفسي نروح سوا بس ما فيهاش، وتحس ان ابو تريكا بيسلم الرايه لمحمد صلاح. احنا متنا بدري بدري يا جماعه، انا مش عارف اموف اون من اليوم ده لحد دلوقتي، ونرجع بعدها بشهر في استاد القاهره جيب جون في اول 10 دقايق، والريتم للاسف يعني ميت. حلم كاس العالم يومها يروح والماتش يخلص 2-1 لينا، وكده خدنا كارت احمر من كاس العالم. وتريكا بيعتزل دولي وخلاص خلصت الحكايه، وجيله كله محدش هيشوف منهم كاس العالم الا على التلفزيون او من قلب الاستاد، يعني عادي كمان 8 سنين، ونزعل عشانهم اكتر ما نزعل اننا ما رحناش كاس العالم اصلا. وكده لازم نستنى عشان الحلم يتجدد تاني كمان 4 سنين بس. يعني حل اعرف مشاكلك فين وحلها. خلاص احنا مشكلتنا لسه خارجين من ثورتين والدنيا بايظه وبتاع. طب الحل ايه؟ نلعب وديات ونخلي اللعيبه الجديده تكسب خبره وتتمرمغ في افريقيا شرق وغرب عشان ما نخسرش 6-1 تاني، ويتعلم علينا من فرقه لسه واخدين منها بطوله. ما احنا مش قليلين برضه، احنا بقى على صدرنا 7 نجوم على فكره، وكنا بنلعب البرازيل وبنرقصها صنب عادي. مش محتاج اقول لك اننا كسبنا تصفيات كاس العالم وصعدنا كاس عالم، بس لعبنا في كاس العالم لا ما لعبناش. لعيبه وحشه، خطه وحشه، خطه منتخب اصلا وحشه، مش تشكيله، لا المنهج، الاستراتيجيه، الافكار. ارجع لك انا ل 2018 لما خلصت لك الحسره بتاعت 2022. دلوقتي خلاص انت بقى رسميا من 2018 عندك واحد من احسن 3 بيلعبوها على كوكب الارض. يتقال عليا منتخب صلاح ما يتقالش عليا منتخب صلاح، انا ما يهمنيش. انا معايا واحد بيخلص قدام الجول، بيلف ويرقص وينطط ويعمل ما بداله. الكوره خلاص اتكتبت باسمه وشعبيته زادت. وهنا ما خلصناش من مشاكل مع اتحاد الكوره، مع اهم لعيب في العالم دلوقتي، عدم اهتمام المسؤولين. شويه نسمع عن اختلاس تيشيرتات كاس العالم من عضو في الاتحاد، ما تعرفش ايه اللي بيدور. يعني لو فرنة عيش كان زمانها دايره بنظام عن كده. وبعدها نلعب تصفيات كاس العالم وكابتنك حسام البدري الرجل الذي لا يضحك، ونشوف أسوأ أداء للمنتخب. اختيارات وحشه، لعيبه وحشه،
تشكيله وحشه، اداء مناسب لاعلانات تحديد النسل حرفيا، وتيجي الكورونا وقبل الكورونا وحسام البدري شايف انه مفيش اي مشاكل. العالم كله بيبقى فيه اسبوع ممل كده اسمه اسبوع الفيفا، ده بيحصل كل فتره، وده بيتم عشان يحصل فيه ايه؟ وديات يتلعب فيه بطولات قوميه، وده مش هنا، ده في العالم كله. وحسام البدري ما لعبش ولا مباراه وديه عشان يحصل اللي ما كناش عاملين حسابه، ننزل تصنيف تاني. منتخب مصر نزل من تصنيف اول لتصنيف تاني، وده معناه انك لما تكسب التصفيات وتروح الدور التاني من تصفيات كاس العالم هتلاعب منتخب تقيل مش منتخب سهل. المنتخبات مطاريد افريقيا دي الوديات مش بس هدفها تحسن لك تصنيفك او تصنيفك العالمي، لا ده حاجه اساسيه بتتعمل عشان تخلق تناغم من لعيبتك، ولاعيبتك تعرف اسلوب بعض وتتطبق عليه. اصل فرحتي بالماتشات الاساسيه اللي بتتلعب كل كام شهر مره، ما عادي محمد صلاح ممكن يجيب كرة جون وخلصت، بس عدم لعبك للوديات خلى مفيش تناغم. محمد صلاح هتلاقيه بيلعب سرو ما حصلش، واللعيبه مش فاهمه هو كان قصده يباصي ولا كان قصده يشوط ولا هو بيلعب لعبه تانية. عشان كده مستوى منتخب مصر دايما في النازل، وبتحس لو انت واصحابك رحتوا لعبتوا مكان اللعيبه دي هتعملوا اداء عنهم، وده مش ترول، دي حقيقه. انت لو رحت فعلا هتعمل اداء عنهم، عشان على الاقل انت بتلعب حجز مره في الشهر على الاقل. لكن حسام البدري بيلعبهم كل سنه، فمنين هيجي التناغم والانسجام؟ والمشكله ان محدش متابع ده، فنزلنا تصنيف تاني. شويه شويه نجيب كارلوس كيروش، يعني درب ايران وعمل بيهم اداء كلح في كاس العالم، بس يعني القماشه كانت كده. مدرب ليه اسم، يعني مساعد السير اليكس فيرجسون. الناس دي بتهزر ولا ايه؟ جايبين واحد بيفهم وكده. نلعب ونخسر كاس افريقيا من السنغال بعد 4 ماتشات لعبناهم، واستنزفونا وقت بدل ضايع والتعب بان علينا، وساعتها احنا عذرنا المنتخب بتاعنا. احنا ما كناش مستنيين منك اكتر من دور ال 16، بس يعني شكرا شابو، بس لسه في امل، لسه معانا محمد صلاح. بس برضو احنا خدنا شويه ثقه في اللعيبه دي، عملت شويه اداء حلو برضو، يعني المستوى ما كانش قد كده بس شغال تمام. بس للاسف اتكتب علينا اللاعب السنغال تاني، يعني منتخب بحاله ما فيهوش ولا لعيب محلي. عارف يعني ايه؟ يعني ما فيهمش واحد بيلعب في سماد ابو دكار السنغالي او طلائع الجيش السنغالي، لا ده اللي في باريس والليفر والبايرن، وعاملين اتحاد عصابي كده مش سايبين فيه اي فرقه في افريقيا، ونخسر تاني قصادهم في ضربات الجزاء، ويضيع الحلم للمره الانفينيتي. وهنا نسال بقى نفسنا سؤال، هو احنا ليه ما بنصعدش كاس العالم؟ اسال نفسك على اللي حصل بعد ما خرجنا من البطوله دي، وقبل ما خرجنا ب4 سنين كده او 6 سنين، وانت هتعرف ليه. او بلاش خلينا انا احكي لك. اولا لو عايز توصل كاس عالم لازم يكون عندك ناشئين بتعرف تلعب كوره، مش لعيبه كوره، لا بتعرف تلعب كوره. وضيف على كلامي ده كمان عايزين حراس مرمى عدلين للخصم، عشان مش عارف الكوره دي هتكون ازاي بصراحه. شوف حسن شحاته عمل ايه بالجيل اللي هو كان عامله ايام الشباب، بقينا بنقول عليه جيل ذهبي. قوم لك جيل كله فاهم بعضه وفي انسجام وتجانس، والله محترفين مش محترفين هيلعبوا حلو. ابراهيم سعيد نفسه ما كانش بيلعب في فريق اصلا ولعب في 2006 ولعب حلو. بمناسبه اللقطه دي، فاللقطه دي ضربه جزاء مع سبق الاصرار والترصد، بس تقريبا كده الحكم ما خدش باله او كان خايف عدد المصريين اللي كانوا موجودين في الاستاد، وده سيمي فاينال بقى وبتاع، فما حسبهاش. فبص كده ابراهيم سعيد قال ايه الحمد لله. المهم يعني نجي الشباب اللي طلعوا مع بعض دول راحوا افريقيا اكتر من مره، والاهلاويه منهم كسبوا افريقيا وراحوا اليابان. عرفت تتنافس مع ابو عين زرقاء وابو شعر اكرت لانك عارفه ورحت له وراح لك اكتر من مره، فما بقاش يخوفك، مش هياخد روحك يعني، فاهمني؟ ثانيا مفيش فساد. الفساد دي كلمه عايمه وبتطول ناس كتير، بمعنى امنع الواسطه، امنع المحسوبيه. فين لعيبه الشارع اللي كانت بتعرف تلعب بجد؟ ليه المواهب بقت مقتصره على اولاد اللعيبه زي ما الفن بقى مقتصر على اولاد الفنانين بس؟ المدرب بتاعك لازم يبقى معاه برنامج، لازم تبقى فيه خطه من اجل هدف. مش هجيب مدرب ليا يكسبني ماتشين واللي هو مش فاهم هو بيلعبهم ليه اصلا. وده يرجعنا لنفس السبب، الفساد، السبوبه، المصلحه. ليه كل اللي ماسكين اتحاد الكوره مصريين؟ المصريين اثبتوا جدارتهم في ايه؟ انا اسف. والمشكله ان هم 3 اسامي بيتبدل عليهم الدور كل مره، يعني ما بين ال 110 مليون بني ادم مصري في 3 بس هم اللي عارفين كيف تدار كره القدم. وطنيين ومصر ولاده وام الدنيا وكل حاجه. طب وبعدين؟ مش معنى انك بتعرف تعمل كفته انك هتدير محل كفته، فاهمني؟ مش معنى انك كنت لاعب كبير انك هتقدر تدير منظومه كبيره. يعني منظومات الكوره دي في العالم كله بيديرها ناس دارسه دراسه حقيقيه وفاهمين بيزنس، ومعظمهم رجال اعمال. اللي ماسكين المناصب دي بقى في مصر معلش عملوا ايه يعني؟ هل هنختلف ان مارادونا من اعظم الناس اللي لعبوها؟ مش هنختلف، بس اكبر حاجه مسكها كانت ايه؟ مدير فني. اخرك مدير فني، ده اللي انت بتفهم فيه. مش هتمسك الاتحاد الارجنتيني مثلا فيجو مثلا، او عندك زيدان يدرب ويمسك تعاقدات ريال مدريد. هم دول لعيبه الكوره، لعيب الكوره اللي بيفهم كوره مش بيفهم كيف تدار الكوره. اتمنى حد يفهم ده. يعني انت مثلا عشان تقضي على الفساد التحكيمي جبت كلاتنبرج من فتره، تاريخ تحكيمي كبير وحكم كان ليه اسمه وبتاع وبرضه طلع حكام مصريين انتقدوا الموقف وغنوا اغاني وطنيه في حب مصر. وعيب ان حد اجنبي يمسك ملف زي ده في مصر، كانك جايب واحد هتخليه يتدخل في شؤون البلد. مالك يا معلم؟ الدنيا مايله انت ما عرفتش تظبطها. نفس القصه برضه حصلت مع بيتسو موسوماني، سلطوا الاعلام والمدربين واي حد بيتكلم في الكوره عليه، واللي هو انت مجنون؟ انت فاكر نفسك هتعدي المدرب المصري؟ يا معلم الراجل
الراجل ما كملش سنتين على بعض وعمل الاستحاله لو كلكم على بعض جمعتوا افكار تعملوا ربعه ولا نصه حتى. كلنا شفنا السعوديه عملت ايه في الارجنتين من كام يوم، محدش فينا اتفاجئ ازاي السعوديين كانوا واقفين على رجليهم قوي كده قدام الارجنتينيين وبيلعبوهم راس براس، بيكسبوهم وبيروحوا منطقه الجزاء بتاعتهم كام مره عادي كانهم فريق اوروبي. بس لو انت ما تعرفش ليه فهقول لك ليه. السعوديه جابت كوادر من اوروبا عشان تقدر تقوي اتحاد الكره السعودي بتاعها، وده اللي انت ممكن تشوفه في الماتشات السعوديه. هتلاقي منافسه مش طبيعيه، اجواء مش طبيعيه، الملعب نفسه مش طبيعي، تصوير مش طبيعي، كانك بتتفرج على دوري ابطال اوروبا او بتتفرج على البريمير ليج. وده اللي انا عمال بقول فيه والله. انت مش لازم تجيب حد مصري يمسك لك منظومه، انت ممكن تجيبه علشان يبص بس مش اكتر، لكن ما يتدخلش. ليه؟ لان الاجنبي هو اللي هيقدر يدير، الاجنبي ما يعرفش ده من ده من ده، هو اللي هيخليك تجيب ناس من بره احنا ما كناش شايفينها ولا كنا نسمع عنها حاجه اصلا. فدي فكرتنا مع المصري والاجنبي. المصري دايما بيعرف يفرق، بيحب ويكره، بيعرف يقول ده او ده. احنا مش هنجيب حد يتآمر على مصالح البلد الشخصيه يعني والكلام ده. عرفت بقى ليه الكوادر الاجنبيه ساعدت ان الاتحاد السعودي يكبر؟ ده جاي من الاستقرار، لان هم تعاقدوا مع هيرفي رينار اللي هو مدرب السعوديه، عملوا معاه عقد 3 سنين، ولما لقوا الدنيا مستقره ادوا له عقد كمان 5 سنين. انت متخيل 8 سنين؟ 8 سنين طبعا 8 سنين دي بالنسبه لنا احنا حاجات كده تجيب ارتكاريا. المهم بقى عشان اغلطك اكتر، هيرفي رينار ده كان معروض على منتخب مصر قبل كده، بس احنا شفنا ان هو ثمنه غالي شويه، فقمنا جبنا مين مكانه؟ جبنا حسام البدري برقم اغلى منه اصلا. اتكلمنا عن الناشئين وعن الفساد وعن المحسوبيه. فين الجماهير؟ لعيبه منتخب مصر في ماتش دكار ما عملتش 3 كور بساط على بعض، كلها خايفه من الجمهور وهايبه الموقف. وده عشان اللعيب ده ما شافش جمهور في حياته، اتولد لقى الناس ماسكه موبايلات سمارت وبتنتقد على السوشيال ميديا، فبالتالي اللعيب المصري بقى خرع ومش قد انتقاد. لعيب بيلعب ببجي مع جمهوره وبيصور الخربوش اللي اتخربشه في الماتش بيقول ادعوا لي يا جماعه عشان انا تعبان، فبقت عقليته كده. جمهور الكيبورد والموبايل هو ده بقى فكره، هو ده الجمهور بالنسبه له، لانه ما اتعودش. هو طلع من الناشئين على الملعب الكبير وهو مش فاهم حاجه، ما اتعلمش حتى اساسيات الكوره. الجمهور بيفضح اداء اللعيبه يا جماعه. لو ما عندكش كوره او بتتحمى في اللي حواليك تمام هتستخبى، لكن في اول اختبار ليك قصاد جمهور هيبان مستواك الحقيقي، وده شفناه كتير. فانك بقالك اكتر من 10 سنين ما عندكش جمهور ده عليه تساؤلات كتير جدا. انت نظمت اكتر من محفل رياضي في اقل من سنتين وكانوا احداث عالميه مش افريقيه بس، فلحد امتى الجهات الامنيه مش قادره تسمح بجماهير مصريين بدل ال5 6 اللي في كل ماتش دول؟ مش لاقي عليها الدرجه الثالثه اللي ب 200 جنيه دي. ثم ازاي اصلا؟ فين اللب والسوداني؟ فين سندوتشات الكبده والسجق شماك وكي اف سي؟ فين وفين وفين وفين؟ فين جماهير الثالثه يا اخوانا؟ السبب اللي مش عارف كام المنتاليتي، مش منتاليتي مو صلاح، لا احنا ما عندناش منتاليتي كاس العالم. يعني احنا حتى في الاعلان وفي الاعلام بنقول حلم كاس العالم. طب ايه ماذا بعد ما انت ما رحت كاس العالم؟ ها هتعمل ايه؟ هل دي خلاص كده بقت البطوله؟ انت لازم تروح وتلعب واستغفر الله العظيم يا رب ما حدش يشتمني، يبقى عندك حلم تكسب كاس العالم. طالما انت في بطوله لازم تلعب على انك انت تكسبها. لو انا رحت عشان اعمل اداء اللي هيقولوا عليه مشرف، في الاخر هيبقى شكلي وحش قوي. فاعتقد فكره ان عايز اروح كاس العالم وشكرا دي كانت سبب كبير انك حاطط ضغط على نفسك هو اللي مخليك مش عارف تروح حتى كاس العالم. كان عندك كباتن كبار بمدربين كبار برضه ما رحناش. المشكله ان عقليه ان اروح كاس العالم دي بس الاعلام الجميل بتاعنا رسخها في الناس لحد ما ترسخت في اللعيب نفسه. تفتكر بعد بطوله افريقيا اللي فاتت خسرنا وصلاح كان زعلان وصوره وحالته الفنيه مش قد كده، باقي لعيبه المنتخب بقى طلعت في القنوات كلها ولا كانهم جابوا بطولتين، وفي الاخر انت خسرت اصلا يا معلم فوق. بس المنتاليتي بتاعته انا كسبت شعبيه وشهره وهروح نادي كبير، هو ده هدفه. لكن يكسب لا، يتكتب في السي في بتاعه انه حقق لقب قومي لا. وزيه زي لعيبه كتير عندها منتاليتي ان طالما عايش وقاعد فريق كبير خلاص، حتى لو ادائي وحش او حتى لو هفضل دكه هفضل موجود ومش هخرج اعاره. ودول بقى حدث ولا حرج، مفيش اكتر منهم، انت عارفهم احسن مني كمان. وعقليه لعيب الكوره زي لعيب اليد بالظبط. كام مره لعيبه اليد تبقى سابقه كام نقطه بس بتستسهل وبتضيع البطوله في اخر كام دقيقه. دي عقليه عندنا انا مش عارف هي هتتحل امتى. وفي النهايه يا عم كوبر الكلاحه الكرويه مش هتعمل فريق ياخد بطوله، ممكن يأهلك او يخليك تاخد دوري او تلعب بطوله على اللونج تيرم ما فيهاش حنكه كرويه وكده، زي ما دييجو سيميوني بيتكلح على خلق الله، بس بيجي بقى في ماتشات معينه وبيبقى مطالب منه يجيب اكتر من هدف بتبان الكره الحقيقيه. واخرهم ماتش اتلتيكو ومان سيتي بطوله اوروبا اللي فاتت، وهو انك مش لازم تدافع وتركن جمهور ناديك مع لعيبتك كلهم في ال18 بتاعتك. ريال مدريد الموسم اللي فات كان من اقل المواسم اللي فيه فرايتي في اللعيبه، بس شخصيتك وفكره ان لعيبتك عارفه هي بتلعب تحت شعار ريال مدريد هو اللي كسبك دوري ابطال اوروبا وكسبت الاخضر واليابس. الكلاحه ما بتاكلش عيش، فزي ما بيقول جوارديولا وكرويف وكل الناس الجميله دي ان اسهل طريقه للدفاع هي الهجوم، بس عشان تهاجم لازم لك ترسانه ناشفه من اللعيبه اللي قلت لك هتجيبهم ازاي، وباقي العوامل التانيه اللي اتكلمنا فيها. طيب احنا دلوقتي عامه روي فيتوريا عامل شكل حلو وعامل اداء كويس، فهل يا ترى بقى شله اتحاد الكره هيكون لها راي اخر؟ ده اللي هنعرفه بقى في الايام اللي جايه ان شاء الله. وفي النهايه احب اسمع نشيد منتخب مصر تاني في كاس العالم، بس لما نكون قادرين نروح كاس العالم ونلعب في كاس العالم، مش بس نروح وشكرا على كده زي ما خلونا نصغر احلامنا ونحلم على قدنا زي ما هم عايزين. بس انت عندك ناس فعلا تعمل ده لو دورت وسمعت كلامي واسبابي اللي عرضتها، برضو بعد ما تقرا اسباب الناس اللي هتكتب اسبابها في الكومنتات، ده بعد ما يعملوا لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايبك الجميل وشيرك على اليوتيوب وتيك توك وانستجرام برضو هتلاقيهم، وشوف القديم واستنى الجديد، ويلا سلام.